الاحتراق الوظيفي. طبعا موضوع من المواضيع أيامها خاصة بالكتبة الحالية زين. ويوم الأستاذ محمد سليس أقدم إلينا مقدمة عن الاحتراق الوظيفي، فيها تعريف عن الاحتراق الوظيفي والعوامل المسببة للاحتراق الوظيفي وطرق الوقاية. تفضل أبو حسن. شكرا، أحسنت. السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون، إنه هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد. طبعا الموضوع اللي بنتكلم عنه موضوع الاحتراق، زي ما هم بين عندكم. ولما نفكر في موضوع الاحتراق وش يقولوا ما في دخان من غير نار. زين، يعني دخان نار لازم تتطفى، فوش ينبلها ماي بس وتطفيها. طبعا هذه الكلمة البسيطة لما واحد يسخف الموضوع ويشوف ان الموضوع بسيط، وان الموضوع ما هو محتاج الى انه يكون الى محاضرات او الى ناس تهتم فيه، او ان واحد يتكلم يقول والله الناس مشت قبلك وعاشت واشتغلت، مو بس انت المضغوط الوحيد. فالموضوع يصير كأنما هو بسيط جدا وسخيف ومقلل. يعني خليني اجيب هالقصة هذه. طبعا اللي يعرفني ويعرف ان اجيب نكت سخيفة فالله يساعدكم، ولا ما يعرفني بيعرف ان نكتي ما تضحك. المهم، واحد يقول هذا في بداية السبعينات، لا مو بداية السبعينات، يعني نهاية السبعينات، أيام ما كان الطب مو ماشي زي ما هو الحين متعارف عليه. الناس ما كانت تروح للدكتور زي ما تروح لها الحين. طبعا الحين وفرت الأطباء، الناس تروح لها بس عشان السكليفات. بس هذا لا، هذا اللي راح إليه أو القضية كانت إن أخته لما كانت صغيرة كانت تعاني من كسل العصب السابع. فجاهم مراخ نسيبهم، جاهم البيت. أول ما دخل البيت الأم قالت إلي ترى بنتي صاير وجهها نازل من على جهة، وما تحرك بوزها عدل، ما يتحرك فكها عدل. زين، فوش اللي ممكن تسوي لها؟ مراخ وش يقدر يسوي؟ قال بشوفها. فجابوا له البنت، قام يطلع فيها، اللي يقول مني عورشه، شال ايده في الهواء ضربها كف على وجهها وقال لها يلا ده صارت زينه. فهو هذا يكمل يقول ده اختي الحين زينه وجابت اولاد ولا احتاجت لا ابار ولا احتاجت لادويه ولا احتاجت لشيء. زين، الحين هذا وش يقول ان طريقه العلاج الحاليه، طريقه التعامل، جاب له مثال ان واحد من نسايبه تعرض إلى كسل العصب السابع وراح للطبيب وراح إلى أكثر من معالج ولا عالجه، بينما المراخ حل مشكلته. هذا بالنسبة إلينا نفس الشيء، مسألة الاحتراق، إن تهوين ناس واجد مروا بمشاكل. أنت وش عندك مشكلة؟ أنت تمر بمشاكل، عندك ضغوط، الكل مر بالضغوط، الكل مر بالمشاكل، الكل مر اللي هو الصعوبات. عندك أولاد غيرك عنده أولاد، عندك مشاكل في العمل، ضغوطات العمل، زملائك مو وياك زينين، الكل قاعد يمر فيها. عندك ديون، الكل عنده ديون. فأنت على أي أساس يعني عندك احتراق؟ لو أنتم جيل الآن جيل صار يعني رخو، كل حاجة يقول عليها احتراق ويسميها بمسمياتها الجديدة. زين، فالحين خلينا نشوف قبل لا نتعمق في الأمثلة، خلينا نشوف له التعريف، تعريف الاحتراق، على أساس احنا نبدي من منطقة نكون كلنا ننطلق منهم. الاحتراق هو في له تعريفين. تعريف العام اللي الكل يستخدمه في كل المناطق تستخدمها، اللي هو عندنا ان الشخص يعاني من الإرهاق الشديد، الإرهاق الجسدي والذهني والعاطفي
وغالب الأحيان يعني تصحبها ضجر من العمل، ضجر من الحياة، ضجر من أي شيء. زين، وهذه أكثر ما يسبب الاحتراق هو الوظيفة. لكن بما أن إحنا في علم النفس وتخصصنا اللي هو النفسي، لأن كل واحد ينظر إلى موضوع الاحتراق من جانبه. في عندنا الجوانب الاقتصادية، الجوانب السياسية، والجوانب الصحية. إحنا من الجانب النفسي، فيهمنا تعريف النفس. التعريف النفسي إلى الاحتراق يقول هي حالة. وش معنات الحالة؟ الحالة بمعنى إن ما كانت وصارت. يعني لما تقول لإنسان كيف حالك، يعني ما كان وصار. الحالة بمعنى إن لو كان إنسان مثلا، حتى توضح الفكرة، لما يخاف الواحد وش يصير؟ وجهه أصفر. لما يفرح أو يخجل يصير وجهه أحمر. هذه حالة يمر فيها، هذه حالته إن تغير من شيء إلى شيء. هذا التغير زين يسموه الحالة. بالضبط هذا اللي بداية اللي هو التعريف. هي حالة من الحالات اللي يمر عليها الإنسان، فيها تعب ذهني وتعب عاطفي، وغالبا ما يصاحب هذه اللي هو الإرهاق الجسدي. طيب وش الفرق بينها وبين التعريف العام؟ الضغوطات هي اللي تفرق. يعني الضغوطات إنها تكون متكررة أو تكون مستمرة. طبعا قبل ما أتكلم عن موضوع التكرار والاستمرارية في الضغوط، خليني أقول إن الاحتراق جميع الصور موجود. بمعنى الأم ممكن يجيها احتراق، الزوجة ممكن يصير عندها احتراق، العلاقات الاجتماعية، الصداقات توصل لمرحلة الاحتراق اللي يسموها التاكسيك، اللي هو المسمومة. هذه الاحتراق تتصور وتتشكل بكل الأشكال. لكن وش معنات الضغوطات المستمرة والضغوطات المتكررة؟ موظف الاستقبال، بما أن الأكثرية والأغلب الأعمال موجودين في القطاع الصحي، موظف الاستقبال وش يصير؟ يقابل الناس بين المواعيد وبين تعديل المواعيد وبين اللي هو يرد على التلفون ويرد على الدكتور ويرد على الكل، وهذا مو عاجب منه الموعد، هذا يبغى يغير، وهذا يقول ليش ما رديته على التلفون. فيقابل جمهور طول اليوم، وهو قاعد يقابل الجمهور. هذه الضغوطات، غير ان قعدة الصباح لها ضغوطاتها، غير ان مشوار الطريق لها ضغوطاتها، غير ان عنده ضغوطات مثلا من المديونيات، عنده له مشاكل في الحياة، عنده اكثر من مشكلة. زين، هذه المشاكل اللي تمر عليه يسموها المشاكل المستمرة. استمراريتها تسبب الى الواحد ممكن تعرضه للاحتراق. طيب الضغوطات المتكررة وش الفرق بينها وبين الاستمرارية؟ انت كطبيب زين يمر عليك اللي هو اشهر او ايام، الحين بيقولوا لا مو صحيح، تجي ايام يكون اخف من ايام. لكن اذا جانا مثلا والله عندنا سباهي، الان لما عندي سباهي ضغوطاته زي ضغوطات الايام العاديه، المراجعين والحالات. زين، الجدول لما تدخل لي حالات وتعطيني حالات كثيره، زين في هالفتره، وعندي تطوع، لازم مطلوب علي اني اتطوع، اروح التطوع، وغير ان عندي مناسبات اجتماعيه. هذه لما تجي فتره شهر واحد مثلا عندي هذه الضغوطات، تخف الى شهر 3 الى شهر 5 بعدين شهر 7. هذه الضغوطات كل ما تتباعد بس تجي مره واحده تسبب لي عدم يعني طاقه واندفاعيه الى العمل في عندي طاقه وعندي رغبه. هالفتره هذه لو جينا الى تاريخ اللي هو تاريخ التعريف، تعريف الاحتراق، من اللي شافه، من هو اللي لاحظه؟ فرويدنبرغر في سنة 1970 لاحظها. قبل ما أتكلم عن الاحتراق، ما يهمني المصطلح خليه يسميه نزيف، خلينا نسميه نزيف الطاقة، خلينا نسميه الجمود الوظيفي، خلينا نسميه وش ما نسميه، مو مهم التسمية، مو مهم إنه يكون تسميته احتراق أو جمود أو نزيف أو سيلان. زين، المهم عندي وش مؤداه. يعني مثلا
لما نشوف اللي هو حالات في المدرسة، بعض الطلاب يأذوا بعضهم، وش نسميها؟ إن واحد تنمر على الثاني، صح لو لا؟ لو أنا نيمتكم صوتي صحيح. قبل التنمر المصطلح وشو كان؟ العنف. كان إلى مصطلح يستخدموه في الكتب، وإلى مصطلح يستخدموه بدل ما يقول تنمر فلان على فلان أو فلان تعرض للتنمر، كان المصطلح التأسد. تغير من التأسد إلى التنمر. فما يهمني الآن هو احتراق ولا كان إلى اسم ثاني، تبلد، زهقان، ضجران، زين، أي مسمى، أي مسمى من المسميات خلها تكون. فهذا وش شاف إن في مرحلة من مراحل الوظيفية تسمى بمرحلة شهر العسل. وش هو؟ مرحلة شهر العسل الإنسان يجي بطاقته إنه يبغى يكون موظف، وتعالوا اعطوني كل اللي عندكم. لا، مو بس أنا أشوف إن مستعد أشيل المكتب وأشيل القسم وأنتقل يعني عندي أفكار واجد تطويرية إلى المركز وإلى القسم إلى شغلي. زين، أشوف غيري من الزملاء هم ملولين زهقانين، والله من زمان يشتغلوا واستملوا وصاروا من الشياب، صاروا من الناس اللي زي ما قالت الأستاذ احترقوا وتفحموا. هذه شهر العسل، المرحلة اللي يعيشها الإنسان. أمس بس كنا نتكلم وإحنا نسولف عن موضوع الاحتراق، أحد الأخوات قالت والله أنا أول ما بديت الوظيفة كان ودي أن يكون عندي شفتات ويتبدل الشفت ويصير عندي اللي هو جدولي مضغوط وأطور، ويصير عندي محاضرات وتصير عندي تطوير من الذات وتطوير من الآخرين وكذا. فأنا سألته قلت له طيب لو يعيد الزمان الآن خلينا نشيل مسألة أن عندي أولاد وعندي بيت وعندي مسؤولية وعندي كل شيء، لو يرجع الزمان بالشخصية اللي أنت عليها الآن نفس الفكرة توصل له لا؟ قالت لا. لا ويش؟ مو لأن مسألة الاحتراق، لأن مسألة له شهر العسل انتهى. هذه بعد ما ينتهي شهر العسل تجي مرحلة اللي نسميها أو سماها هو الأعراض الجسدية. جسمي خلاص يبتدي تجيني اللي هو صداع من أول ما أحط رجولي، يعني أنا ما في شيء زين، بس من أدخل المستشفى يبتدي بطني يعورني، راسي يعورني، مالي خلق ضيقة في النفس. زين، أهم شيء إلينا إحنا تشيلوا إلينا هذه جافة. زين، اللي هو المايجرين اللي هو الشقيقة. هذه الشقيقة تصاحب في ناس لا تجيهم أمراض يعني تبين على جسدهم. هذه الأمراض الجسدية، الظروف الجسدية اللي تطلع مصاحبة للعمل، لأن العمل سببها، لأن العمل هو اللي خلاني. طبعا إذا في أي سؤال أو أي مداخلة أحب أني أسمعها مباشرة، يعني ما يحتاج أحد يرفع إيده ولا شيء، يقولها على طول. زي النزيف الذهني، النزيف العاطفي، بمرحلة أنه يصير ما عنده طاقة يعطي في العمل، ما إلى خلق يعني يسوي عمل بأقل مجهود. يعني الآن اللي هو التقارير أكتبها بأي شكل من الأشكال، الحالات أمشيها خلاص، اللي هو مثل ما يسموه الحس الكلينيكي. الحس الكلينيكي أشوف هذا والله إنه جاي يتدلع، ما عنده شيء، ما عنده حالة، هو بس جاي يقضي وقت وياخذ تكليف ويمشي. الحس الكلينيكي هذا مو زي أول ما بدأ شهر العسل يقعد يفصفص الحالة ويشوف ويمكن وكذا، إلى درجة إن مثلا لو قلنا إن واحدة في حالة الولادة، حالة الولادة هذه البنت أول مرة تولد، هذا أول مولود، بس كممرضة، زين، كممرضة أنا بالنسبة إلي في مداخلاته في شيء ولا زين. أول مرة ولادة، لكن اللي يصير أنا كممرضة
هذه ممكن الحالة 200 اللي أولدها، أكثر من 100 حالة ولدتها. فإني أعطي معلومات إلى هذه الحامل اللي في حالة الولادة ما بتصير معلوماتي وطاقتي مثل أول حالة أسويها، فتصير العمل روتيني. هذا هو اللي يودينا إلى مرحلة الاحتراق. لما لاحظ هذا فرويدنبرغر شاف أن مو واحد مو اثنين، مجموعة من الناس اجى عليهم أعراض. هذه الأعراض أن تعب في جسدهم، خصوصا اللي في القطاع الصحي، ولاحظها في القطاع الصحي. زين، سماها الاحتراق. بعد ما لاحظها وعالج بعض الحالات سماها الاحتراق، الين وصلنا الى بداية او نهاية السبعينات 1970، وصلنا الى 1980 جت اللي هي واحدة اسمها كريستينا ماسلوك. هذه اخترعت أو أوجدت معايير مقياسية، وأي واحد أي باحث الآن إذا بيدرس الاحتراق يدرسه من باب اللي هو MBI اللي هو ماسلوك بيرن اوت انفنتوري، معايير ماسلوك للاحتراق. زين، سنة 2019 منظمة الصحة العالمية أدرجت الاحتراق كمرض مزمن. وش اللي صار في 2019؟ تمام، صحيح، كورونا. لو ما كورونا، لو ما هذا الضغط اللي صار على الناس، والناس كلها صارت تقعد في بيوتها، والعمل صار مفترض أنه يكون بطريقة معينة، تغيرت الحالة. فالآن شفت أنه والله أقدر أسوي أشياء واجد من البيت، صح لو لا؟ هذه الضغوطات اللي كانت موجودة في العمل كنت أقدر أجيبها البيت، أو أجيبها البيت وأشتغل من البيت، تصير أكثر مضاعفة. زين، في نقاط معايير أو نقاط اعتبارات، لا أو الاعتبارات اللي لازم ناخذها في الاحتراق كدراسة، اللي هو الوضع الاقتصادي، عفوا الوضع الاجتماعي. لما جاء هذا، حتى نعرف هذا، لما جاء فرويدنبرغر ودرسها شاف إنه زي ما قلت مو واحد مو اثنين، مو حالة شاذة، مو واحد والله. يعني مثلا هو المشكلة المسمى نفسه فرويدنبرغر غير عن فرويد لما شاف ان الحالات الهستيرية زين عند اللي يجوا في العيادة تكون لهم معايير. هذه المعايير معايير الهستيرية شافها على 5 على 6 من الحالات، عممها. هذا لا، شافها انها متكررة في موظفي قطاع الصحة. قطاع الصحة شافهم يتعرضوا إلى الحالة أكثر من غيرهم. واتطورت الاحتراق. زين، لما يصير الاحتراق عند موظف طيران والمضيفة، مع أن نشوف أنه هذا الطيران أو الطيار جدا جميل، أنا أتشتت واجد لما يصير في كلام، فما عليه، تحملوني شوية. زين، الطيران مع هنكمله، يلا ناخذ دقيقة بس راحة. طيب، موظف الطيران أو اللي هو حتى المصطلح راح عن بالي، وش سموه كابتن الطيران، مع انه ياخذ فلوس واجد، وظيفته مرموقة ومن دولة الى دولة. انا كل ما ارتفع صوتي ترتفع الاصوات، لا ويش. زين، المهم اللي يصير ان يسافر من بلد الى بلد، من مكان الى مكان، مع ان فلوسه واجد وحليوة وخوش له وظيفة، كل يوم انت في مكان، بس هو مو مرتاح. هو كلها يعني مثلا اصحابه قاعدين في ليله سهرانين وما يقدر يقعد وياهم، ما يقدر يسولف وياهم، لازم يسافر الى مكان ثاني، لازم يروح لدوله ثانيه، ولازم ينام 8 ساعات ويقعد هناك بس دقائق او ساعات بسيطه، ويعود يركب الطياره علشان يرجع. فما يشوف احد، ما يشوف اهله، ما يشوف زوجته، ما يشوف اصحابه، فسببت الى احتراق. هذا اللي خلاه يتطور المفهوم من موظفي قطاع الصحة إلى جميع الموظفين، إلى كل الموظفين. زين،
المشكلة الوحيدة اللي صايرة في الاحتراق إن ما إله معيار. أنا قلت إله معيار معرفة الاحتراق، لكن معيار تصنيف علم النفس إنه يكون يتصنف على إنه اضطراب نفسي ما إله. إلى الآن قاعدين يشتغلوا على المعايير، يدخلوها في الفاليديشن، يدخلوها في المعايير التأكيدية، لكن إلى اليوم ما دخل من ضمن تصنيفات الدي اس ام ولا الاي سي دي. الاي سي دي اللي هو العالمي، الدي اس ام اللي هو الامريكي. ليش؟ احنا لما نجي ناخذ الدبريشن، الميجر ديبريشن، اجي انا كاخصائي نفسي اساله، اقول له في خلال 3 شهور هل انت فعلا يعني صرت مثلا كثير النوم، قله نوم، ما تشتهي تاكل، اللذه اللي كنت تسويها في حياتك اللي كنت تستمتع فيها انتهت، الافكار عندك متشتته. هذه لما تقول لي اي وعلى مده 3 شهور متواصله، اقول لك اي يعني انت تعاني من الميجر ديبريشن. اذا ما كانت 3 شهور متواصله، 6 شهور متقطعه، نعم اذا انت تعاني. نفس الشيء القلق، لها معايير. اذا كنت مثلا والله ترتبك امام الناس، يجي عندك اللي هو خفقان في القلب، اضطراب في الكلام، ما تعرف تواجه الناس لمده 3 شهور متواصلة، إذا أنت عندك اللي هو القلق. إذا كانت 6 شهور متقطعة، إذا أنت تعاني من القلق. الاحتراق ما وصل إلى أنه إله معيار أساس أن ندخله في علم النفس كاضطراب. نعم هو كمرض مزمن، اللي هو حالة مزمنة تصير، صنفته اللي هو الورد هيلث اورجانيزيشن، لكن في علم النفس ما عندنا تصنيف إلى أنه هو اضطراب. زين، الأبحاث قائمة عليه، الأبحاث شغالة عليه. طيب وشو أسباب الاحتراق؟ في هاللحظات هذه أنا بتكلم شوية وبترك لكم المجال أنتم تعطونه، لأن أسباب الاحتراق مو 1 ولا 6 ولا 7، زين، ولا هي ثابتة. كل مكان، كل كتاب، كل تصنيف، كل باحث إلى أسبابه المختلفة. لكن من أكثر الناس اللي يقولوا ان الابحاث او اللي هو الاضطراب، عفوا الاحتراق، سببه ضغوطات العمل. العمل اللي هو انه يكون ضاغط عليه، وسرعة متطلبات العمل. زين، يعني انا اعرف من اللي هو القطاع الصحي، انت مطلوب عليك التقرير، مطلوب عليك انك تقفل الحالات، تنظف العيادة، خصوصا اللي هو أطباء الأسنان، الهايجين، بين كل حالة وحالة لازم في فترة. زين، هذه الحالات وسرعتها، وأنت مطلوب عليك المواعيد كلها تخلصها. أنت الآن بديت اللي هو في الحالات اليومية، وأنت ما خلصت، ما قفلت اللي عندك الأمس. وش تسوي؟ كيف تخلصها؟ ضغوطات العمل وسرعتها، غير الجدول طبعا هذا مصيبة، وأكيد أنتم شغالين فيها وأنتم عندكم قصص أكثر مني. بين اللي هو والله أنا ما أبغى أكون في دوام الليل، شفت العصر هذا المميت، اللي لا أنت في النهار ولا أنت في الليل. زي التقلب العمل، تقلب الدوامات ما يخليني أرتاح، خليني خلاص استنزفت كل طاقتي. غير ان اللي هو المهنة نفسها متطلباتها صعبة، زي ما ذكرت عن الطيار متطلبات المهنة صعبة، غير اللي هو حالات الولادة، اللي تشتغل على الولادة، اللي تشتغل في العمليات السيرجري، متعبة مؤذية. هذه غير عن الآخرين كمهنة. أو اللي يشتغلوا في الاي ار أنت ما تتوقع وش حالاتك اللي تجيك بالدم، تجيك بس اللي هو ارتفاع حرارة، الصريخ، كيف تتعاملي المرضى، كيف تتعاملي أهل المرضى. هذه ضغوطات واجد تسبب الاحتراق. والمشكلة اللي أنا المفروض أذكرها، إن القطاع الصحي ليش هو أكثر قطاع يتعرض للاحتراق؟ لأن الموظف القطاع الصحي، خصوصا اللي يشتغل ويا مرضى، الله يكفيكم الشر، الاي سي يو او غيرها من الحالات، ان كثير من الممرضات، هذه بدأت في الممرضات، ان يعتنوا باشخاص، هذول الاشخاص بعد فترة يزيد عليهم المرض، بعد ما يزيد عليهم المرض
ينتقلوا إلى رحمة الله. أنت كموظف، كل إنسان يحب يشوف إنتاجه، يشوف إنتاجه هو صار زين. يعني مثلا كأخصائي نفسي يجيني واحد عنده اضطراب، بعد 20 سنة لما أشوفه متزوج وعنده أولاد أنا أفرح. بس لما واحد يقول لي والله مريضك توفى، يأذيني، يأثر على نفسيتي. زين. غير اللي هو زي ما تشوفوا ضغوطات العمل، غموض العمل، أنا هذا الشيء أنا بفتح لكم المجال فيه. ليش؟ هل في أمان وظيفي لو لا؟ أنا في واحد أمس يقول لي الأمان الوظيفي موجود، ولا يقول لك ما في أمان وظيفي، مو صحيح، موجود. حتى لو تحولت إلى اللي هو إلى القابضة لا زال الأمان الوظيفي. أنا عادي ما عندي مشكلة في الأمان الوظيفي. الشيء الثاني غموض المتطلبات عندي في الوظيفة. اليوم جايني سباهي، بكرة وش المتطلبات، التدريبات اللي أسويها، وش المطلوب علي أنا كممارس صحي. التطوع هذا متى دخل علينا، وليش مدخول علينا، وليش أسويه، وليش مطلوب علي أن أصير متطوع. زين. هذه المرحلة غموض الحالة، أنا مثلا كطبيب أعالج مرضى، ليش مطلوب علي أشياء ثانية، ليش مطلوب علي تثقيف، ليش مطلوب علي ألف وباء وجيم. زين. بهاللحظة بس تقولوا لي على موضوع الأمان الوظيفي وعلى غموض الوظيفة، لأن بننتقل إلى حاجة ثانية. مشان طيب انتقال مرحب. إذا تعطي الميكروفون بس عشان نسمع. أي يا أنا أعتقد أي إيقاع من مرحلة إلى أخرى حتى هي اللي تسبب الخوف. يعني قد يكون وجود شركة تام على الأقرب يكون في قام، يعني مع احترام للجميع. قبل كم سنة ما كانت قوانين كان صارنا مفكرين يزرون لازم القانون مطلوب يمشي عليه على أحد تام. ست من قبل كان في تجاوزات، كل أشياء تحت الطاولة، في واسطة أكثر. لما تيجي الشركة يعني قد يكون إن لا وجود قانون هذا بيحمي الآخر. يعني انتقال من مسافة إلى أخرى، هذه المسافة هي سبب الخوف. قد إنك توصل تخلص بداية جديدة، مو نهاية عليه، هي نهايتنا وهي الوزارة، بس بتكون بداية جديدة، المسام مليء. تمام، ممتاز. يعني مسألة الأمان الوظيفي موجود، ولا الخوف هو اللي يغطي على الأمان الوظيفي؟ يعني أنا وقتها كنت أقول إن يخوف عليك وش اللي بسيطة صبنا الوزارة لك خلاص أنا ومرت أفضل طول عمري متطلبات قبل يجي وقتها نتعامل وياه. ممتاز. هذا بنجي لها إلى اللي هو العوامل المرونة، عوامل تخطي المشاكل. بس جدا ممتازة، شكرا جزيلا. زين، في أي تعليق على غموض القوانين والجوب ديسكريبشن؟ كل شيء واضح؟ لو الغموض يأثر علينا بعد؟ Media South Vietnam Vietnam Eke بالموضوعين بالهوالي بشر درتني كشتنام. نعم. اللي صار كان كبير يعني ما قاعد وش الأشياء اللي تصير هتصير بيستنا. تمام، صح. شيء عادي يعني بالموضوع هاي صحيح، بالضبط. هذه الضغوطات الذهنية، كأنا قاعد أفكر هذه الأفكار لما تجي علي زي ما تفضلت، يعني أنا عشت بمرحلة خوف، هل في أمان، ما في أمان، وش اللي بيصير علي، وش اللي ما بيصير علي. هذه اللحظات لما أجي كتفكير هي بداية الاحتراق، بداية الدخان اللي يطلع. زين، أقدر أطفيها، أقدر أتخلص منها لو لا. زين. العلاقة بين الزملاء هذا من الأشياء اللي تصير مؤذية واجد، هي ممكن أكثر معول عليها في قضية الاحتراق، خصوصا لما يصير زملاء واحد ياخذ منصب أعلى من الثاني بعد الزمالة. الحالة هذه لما تصير ما يصير فيها تسامح، ما يصير فيها أو يصير فيها مسألة من الغيرة، تصير مسألة من النظرة إلى الزميل، تساعد في مرحلة الاحتراق. المقارنات، مسألة المقارنات، أقارن نفسي بغيري،
هذه تساعد على الاحتراق. ولهذا السبب أنا باجي أسأل: هل وسائل التواصل الاجتماعي سبب من أسباب الاحتراق لو لا؟ السبب في الدراسة بالأمس. عاد أنا شفتهم يصنعوا بيقولون يشتغلوا تسوون شي سناب هذا بواحد تمام تمام بالضبط. زين، ذكرنا سناب. وش وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا اللي أنا إيه ممتاز. لأن في ناس لما يتكلموا عن وسائل التواصل الاجتماعي ينسوا الواتساب إنه وسائل تواصل، ما يذكروه، إنه يعتبروه خلاص رسائل. زين، بينما هو وسائل من وسائل التواصل الاجتماعي. الأبحاث اللي أجريت على الاحتراق ووسائل التواصل الاجتماعي كانت هي على الويتشات اللي تشبه الواتساب. الويتشات هذا يستخدموه في الصين، الواتساب يستخدموه في العالم كله. استخدام الواتساب يسبب ولا هو اكتشفوا ان في رابط، انا ما قلت سببيه، في فرق بين السببيه والرابطيه. شو اسمه، طبعا مساله احنا ما ذكرنا على الانتشار، مشينا عنها بسرعه، بس خلينا نرجع لها بسرعه. مساله الانتشار اذا نرجع لها نشوف ان هذه الحاله حاله موجوده في العالم لو لا. من في العالم يقولوا 1 لكل 4، يعني لو اخذ عشوائيا هني كل 4 لازم واحدة منهم محترقة اذا ما كانوا كلهم. زين زين. هذا في الصحة. غير الصحة، غير القطاع الصحي، يقول لا 1 لكل 3. طبعا انت دخلت كل القطاعات، قطاع اللي هو الخدمي، القطاع الاقتصادي، كل الخدمة اللي هو الأعمال دخلتها، فأكيد المجموعة أكبر فبتصير النسبة أعلى. فيقول 39% من الناس يعانوا من الاحتراق، هذا في العالم. لكن تعال محليا يقول عندنا احتراق، والاحتراق كبير بشكل كبير، إلى درجة أنه وصل إلى 60% من موظفي القطاع الصحي. هل في فرق بين الذكور والإناث فيها لو لا؟ ومن هو الأعلى؟ لا وش؟ مو يمكن الإناث هي اللي تتشكى أكثر من الذكور؟ ممكن إحنا نحترق وساكتين. هذا الأول ترى أنا أغسله في البيت. لا بس لو ما تغسل عدل سلطة بدنا ولا كورة. زين ترى زوجتي هني لا تشتكوا علي. المهم صحيح الإناث في الاحتراق أكبر من الذكور نسبة، يعني يعتد بها أن الاحتراق في النساء أكثر منها في الذكور. زين، فأرجع إلى موضوع اللي هو الوسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي الرابطة بينها سلبية، استخدامه يأثر سلبي. كثرة استخدام التواصل الاجتماعي يزيد من مرحلة الاحتراق، يزيد الاحتراق عند الإنسان. وفي حاجة في الوسائل التواصل الاجتماعي زي ما تفضلت اللي هو المقارنات. عندنا نوعين من المقارنات. في ناس عندهم طيبة وعندهم يعني يحبوا الناس بشكل كبير. زين، المقارنة إما تكون للأعلى أو تكون إلى الأسفل. المقارنة للأعلى أقارن باللي أفضل مني، اللي أفضل مني كيف حياته، كيف مستواه، وتجي على مرحلتين اللي هو للأعلى أني أتمنى إليه الخير. صحيح هو أحسن مني، هو صحيح أفضل مني، مستواه أفضل مني وعطاءه وصل إلى منصب أعلى، أتمنى له الخير. زين، ولا أحيانا المقارنة هو أفضل مني، هو أعلى مني، لكن ما أتمنى له الخير، أتمنى له العثرات. فبالكم أي هو اللي ممكن المقارنة اللي تكون مرتبطة بالاحتراق، اللي ينظر إلى الإنسان إن إن شاء الله يصير أفضل مني ولا يتمنى له العثرات؟ مقارنات السلبية، اثنينهم، سواء تمنيت له الخير أو ما تمنيت له الخير،
ثنتينهم تسبب لي الاحتراق، تأثر على الاحتراق. لأن في النهاية أنا قاعد أنظر لنفسي، صح هو أفضل مني وأتمنى له الخير، بس هذا يذكرني بنفسي، يذكرني بحالي وين وصلت أنا. زين حتى لو أتمنى له ما أتمنى الله يشيل عليه عني شيء يزيح عنا أي حاجة، أنا أتمنى أني أوصل إليه، فأتذكر أنه وش اللي أسويه حتى أوصل إليه. ما أنا قادر أوصل إليه، هو يمكن عنده واسطات، هو يمكن عنده خير، هو يمكن عنده أقل مشاكل وضغوطات. فهذا اللي يخليني أتذكر الحالات اللي أنا أمر فيها وأحترق بزيادة. زين المسألة الثانية المقارنة للأسفل. الأسفل الناس اللي أسوأ مني، زين نفس الشيء أنظر إليهم أتمنى لهم الخير، صحيح هم أقل مني أتمنى أن الله يوفقهم ويرتفعوا ويوصلوا مناصب أعلى. زين هذا الارتفاق الإيجابي، والثاني عساهم وخليهم وهم كسالة وهم ما ينبغي يصيروا ولا ينبغي يتطوروا. أي واحدة فيهم اللي تأثر على الاحتراق؟ السلبية، سمعت السلبية، في غيره؟ تعرفوا أن الإيجابية هي اللي أكثر حتى من نظرة للأعلى. اللي أنظر إلى الإنسان اللي أقل مني وأتمنى له الخير هو اللي يأثر على الاحتراق أكثر. في شيء إحنا نتألم للآخرين، فأصير أنا متألم إله ودي أساعده بس ما أقدر أساعده وأتمنى له الخير، وأنا ما أنا قادر أساعد نفسي، ما أنا قادر أرتفع، فأحس نفسي وياه. لما أشوف دائما لما الواحد يتكلم دائما يقول لك والله فلان سوى شيء زين وما وافقوا إليه. زين أنت موافقين إليك له، أخيني موافقين إليه. يعني مثلا فلانة عندها ضغوط وعندها حياتها، زين وقدمت على إجازة بدون راتب علشان تقعد في البيت، أمها مريضة، أمها كذا، تبى تكون وياها، ما وافقوا على إجازتها. زين هذه اللي تتكلم أفضل منها، حالتها أفضل منها وموافقين على الإجازة، لكن عندها توصل لمرحلة احتراق. ليش؟ النظرة السلبية، لأن أنا أتأثر لو تعاطف ويا الآخرين. القصص هذه حتى لو أنا أتعاطف وياهم إيجابيا تأثر علي في نفسيتي. زين نجي إلى الآثار والأعراض. الآثار والأعراض جسدية اللي نسميها سايكوسوماتيك. زين في ناس تجيهم مايغرين اللي هو الشقيقة، في ناس تجيهم أمراض جلدية، في ناس تجيهم طبعا ما في أحد ما عنده تساقط الشعر، لازم الكل متأذي من هذه. زين الآلام في المفاصل، آلام في المعدة، القولون، هذه كلها آثار. المشكلة لما نقول عن هذا الاحتراق ممكن كل شيء ينطبق على الاحتراق، وممكن ما يكون احتراق، ممكن تكون أشياء ثانية، بس إذا كانت بسبب العمل وضغوطات العمل تصادفها. إذا قلنا هذه آلام المفاصل، آلام القولون، إذا منتهية زين برا في الإجازة ما تجيني شيء، إذن هو مرتبطة بضغوطات العمل، من أرجع للعمل ترجع عليه هذه الأعراض، إذن هذه من مسائل الاحتراق. هذا منه اللي يشخصها الأخصائي، هو اللي يقدر يقول والله هذه مرتبطة بالآلام بضغوطات العمل أو لا. العاطفة تنتهي عند الإنسان. يعني مثلا تشوف مريض يتألم، مريض السكل سل يتألم في الER، أنت كممرض ما قادر تتعاطف فيه، أو تعودوا بعضهم مدمنين جايين بس ياخذوا البثدين، ولا جاي ياخذ ما أدري ويش، ما فيهم شيء. التعاطف ينتهي. إذا انتهى هذا من مسائل الاحتراق. أنت ما أنت قادر تتعاطف ويا الحالات اللي تجيك، ما أنت قاعد تعيش إنسانيتك الطبيعية. في حاجة يسموها الأبيثي. أبيثي يعني حتى تبلد المشاعر الذهني اللي هو مسائل ذهنية، إن ما أنا قادر أركز لا في عملي، لا في حياتي، لا ويا أهلي، لا ويا زوجتي، لا ويا أولادي، ما أنا قادر أرتب جدولي. هذه كلها من الآثار الذهنية. زين طيب كيف الواحد اللي هو يحمي نفسه من الاحتراق؟ كيف وضعنا يا الوقت؟ زين تفضل بالمايك أحسن عشان
عليكم السلام، الله يعافي. شكرا. بس هو طبعا وحين نتكلم بأي شيء مشاكل أحاسيس تسالية في أكيد يعني نتكلم عن كتاب بودي. هل كتاب بودي كده منزل عن حياة الإنسان؟ يعني أنت قد يكون نوع عندهم يحس الاحتراق قضية لأن أنت أساسا يشابه المكاليك وسالية، أنت ضباطات وسالية. كيف أنا أفرق بين هذا الاحتراق بودي دي أوكي أو إن في لأن أنا بلامي أحب مثلا شيء أنا كنت موضري في موضة لو تبتي بس بسبب حس بالضغوطات وبدأ واحد والله يتحمل أشياء ويتحمل تمام مثل فهذه إحنا يعني شلون كسب تنابيو ممكن كان تبغى الأكسابي يعرف إيه يؤكد في الأخبار والحسدان يمكن الظروف الأخرى للمط يعني وش الأسري ده النفسية شهادة شيء كان أما تنكري هي شخصية ساعات تليكوناني يشكل هذا معنا عرضية كسلة لا تقد الشباب بكت القدرة على إجازة يتم بدوسة. هل ترى طبق شيء عربي قاتنا للنزول مثلا المسبب أو الطرف الثالث دون الأعداد؟ تمام، سؤال جدا ممتاز جدا جميل، شكرا على السؤال. الإجابة على السؤال الأول طبعا هذا اللي بنمر عليه الآن على العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. كيف إنسان يتعرض للاحتراق أكثر من غيره، هذا عنده مثلا نفس الضغوط، فلان له ألف عنده نفس الضغوط ونفس الضغوط بس ألف مبين عليه بأقل الظروف تشوف أنه محترق ومسوي لنا مصيبة وفزعة في العمل، بينما الآخر لا عادي ساكت. صح، خليني أذكر هذه. في إنسان طبعا هذه تعتمد على الشخصيات وهذا اللي بنمر عليها. في شخصية نسميها شخصية الأرنب وشخصية نسميها شخصية الدجاجة. الدجاجة طول اليوم تقعد تكاكي وتصورخ وتفزع الدنيا وتالي تقوم عن بيضة واحدة، هالفزعة هذه كلها عشان بيضة. بينما الأرنب زين ساكتة تقوم ولا تحت 8 ما حد يسمعها. زين مو معناته ان هذه ما تألمت بس الألم بصمت. زين في ناس ما يعرفوا يعبروا ما يعرفوا يتكلموا ويعدهم مرونة وتحمل، بينما الدجاجة لا أدي الناس فزعة ترى عرفوا ان انا قاعد امر في مراحل الاحتراق وكذا. اللي يتكلم عادة هو اللي يقدر يواصل. زين المشاكل الأسرية أو الضغوطات الأسرية إذا قدرنا نشوف مثلا لما آخذ إجازة تنتهي المشاكل الأسرية أرتاح وتصير حياتي هادئة لو لا. إذا قدرنا نفصل هذا بين هذا ونشوفنا أن حياتي مرتاحة بعد العمل زين أيام الإجازة، إذن الاحتراق مرتبط بالعمل. إذا ما كان والله بعد العمل وداخل العمل وفي الإجازة وبرا الإجازة لا، هذه مسألة ثانية تتعدى، ممكن تكون من الاضطرابات النفسية فتحتاج إلى المختص هو اللي يشخصها، محتاج أن المختص يشخصها. فنجي حتى نجاوب على السؤال بكامل اللي هو أبعاده. العوامل اللي تحميني من الاحتراق إما عوامل داخلية أو عوامل خارجية. الداخلية المرونة النفسية، مرونة الإنسان النفسية. يعني مثلا غرشات الماء، لما نفتح غرشة ماء زي نخلص منها ونطعجها ترجع على شكلها اللي قبل لو لا؟ ما ترجع، تكون أي فتصير شكلها مو نفس الشكل. ليش؟ لأن ما فيها مرونة. غير لما خلينا نستخدم مصطلحاتكم البكلة، لما تستخدموها تتمدد صح لو لا؟ بس في بعضهم ينقطعوا يوصلوا مرحلة ما يقدروا يتحملوا، توصل غير عن الثانية، توصل اللي هو لو أمدها شوي تنقطع. هذه مرونة الإنسان من إنسان لإنسان. ضغوطات، هذا يتحمل ضغوطات، الغرشة ما تتحمل أي ضغط، ما ترجع على مستواها الطبيعي، ضغطت ضغطة بس بسيطة انتهى موضوعها، شكلها راح ووضعها تغير. بينما اللي هو اللاصقيق يتحمل يتمدد يتمطد، عندها إمكانية إنه يرجع إلى شكله الطبيعي إلى أساسه أول ما بدأ. زين المرونة النفسية
تقاس بمعيار يسموه resilience scale for adult، ما اللي هو معيار الصلابة النفسية. طبعا في أكثر حتى للأطفال موجود، بس احنا نتكلم عن الكبار. النقطة الأولى إن كيف أنا أتصور نفسي، وش أشوف نفسي أنا، وش أشوف حالتي. في بعض الناس يكبر يهول المسألة زي الدجاجة، زين يضخمها. أنا وش أسوي في عمري، إذا أنت تشوف عندي ضغوطات، والحين عندي عيادة وداخل علي مريض، وهذا ينبى تقرير، وهذا ينبى ما أدري ويش، والسيارة خربانة وحار. هذه التضخيم من الأشياء. كيف نظرته إلى نفسه؟ بعض الناس لا، يهدي من الأمور، ينظر إلى نفسه لا أنا أقدر. وش يعني معنات الضغوطات؟ وش يعني الضغط أنا جربته من قبل ومشيت، يعني مشت الحياة طبيعية، ما تعطي أي مؤشر إلى أني أنا ما أقدر، أني أنا بنهار. رؤيتي المستقبلية، صح أنا الوظيفة وش عندي؟ وظيفة عندي بس مثلا مثل النهر اللي يجيب لي الفلوس. إذا كانت هذه بس رؤيتك، زين وش بعد الوظيفة؟ ما بعد الوظيفة أنت تصور نفسك، زين أنت حاس أن الوظيفة هذه هي مصدر الرزق، زين لو انتهت الوظيفة انتهت حياتي، وش أسوي بعدين؟ التصوري للحياة، كيف أنا عايش، كيف أنا أتصور نفسي ما بعد الوظيفة، أثناء الوظيفة، حتى الإجازات. هل أنا أروح أسافر سفر أنا متصور هذا السفر، لو مصورينه في السناب شات مرويني إياه أو مرويني غيري، زين أبغى أروح زي غيري، عندي رؤية للحياة. لو ما عندي رؤية، لو أنا قاعد أمشي ويا الناس، هذا على أساس أني أعرف عندي مرونة لما عندي مرونة، زين هل عندي انضباط انضباطات، أقدر أضبط نفسي في المجتمع بيني وبين حالي، في الضغوطات عندي استراتيجية لما تجيني أي ضغط من الضغوطات اللي أمر عليها، عندي استراتيجية أتخلص منها. يعني مثلا جاني ضغط العمل، هل أعرف أتواصل ويا الناس اللي وياي؟ هل أنا، طبعا هذه واحدة من الأشياء اللي ناخذ في عين الاعتبار، هل عندي في داخل المجتمع عندي أهلية يسموها السوشيال كومبتنت، أقدر أتواصل ويا الناس، أقدر أتواصل ويا المجتمع، أقدر أقابل الناس، أقدر أقابل المجتمع. هل عندي اللي هو الترابط الأسري موجود مو موجود؟ كلها هذه تساعد على المرونة. الترابط الأسري، في ناس ما يقدروا يطلعوا لأن ما عندهم ترابط أسري، ما يقدر يطلع للعمل لأن مثلا عنده مريض في البيت، بينما لا، إنسان والله الأسرة كلها تشيل بعضها البعض. هل المجتمع، طبعا المجتمع مهم، ديلاك اللي سوى عليهم فرويدنبرغر الدراسات في عالم رأسمالي، احنا عالم مو رأسمالي. في عوالم الرأسمالية الاشتراكية، الرأسمالية الاشتراكية، احنا عالمنا، احنا الحمد لله ما ندفع ضرائب، احنا ما ندفع زي اللي يدفعوا غيرنا، الكهرباء عندهم غالية، البنزين عندهم غالي، هذه كلها تسبب احتراق للواحد. المجتمع اللي أنا أعيش فيه يأثر عليه، هل موجودة متوفرة الموارد فيها ولا مو متوفرة؟ المرونة حقتي، والله أنا مرونة حقتي ضعيفة، زين صح أنا مو مثل الغرشة بسرعة انضغط، لا أنا مثل اللاصطيق الضعيف، وصلت لمرحلة ما عندي تمدد. وين أروح؟ هني جينا تكلمنا عن السفر. سافر السفرات الروحية، سافر مكان أنت تسترخي فيه، سافر طبعا مو على حسابي، على حسابكم، زين سافر أي مكان تحسوا فيه مجال روحي وانتم تعرفوا ايش اللي أقصد فيه، زين إن الواحد يشيل ضغوطات الحياة. خلاص، في واحد من دكاترتي يقول في علم النفس، أنا أول ما أوصل البيت أفسخ اللاب كوت حقي وأحطه برا البيت، لأن الوظيفة والعمل كلها برا البيت مو داخل البيت. أنا إنسان ثاني داخل البيت، أنا ما أنا ذاك الموظف اللي أقعد أسولف عن الوظيفة وهدرتها وكلامها وكذا، لا، هذه كلها برا البيت. زين احنا موعودين امس حصلنا على وعد ان نحصل خصومات على اليوغا له. وين الكود؟ المهم كان في جاء ترى أكتر لأن ساعة ترى ما يقدر يكسر، يعني لون درجة تسلك حال الناس ربتي يسعى
كمل عدليتي صحيح هذه بتسبح كلكي رجال أكبر. صحيح. ولهذا السبب مثلا جلسات الاسترخاء، جلسات اليوغا، لأن فيها سكتة. بالمناسبة ليش الكلام مفيد خصوصا اللي هو للنساء؟ كثرة الكلام إذا كان موجه مو موجه، يعني تتكلم يا مختص غير لما تتكلم غير مختص. لما تتكلم يا مختص يخليك تتكلم، هذا الكلام يطلع مادة يسموها السيروتونين. السيروتونين هذه هي الشيء اللي نعمل عليه أو اللي يعمل عليه المواد الطب اللي هو الأدوية، تقلل من الاكتئاب. الكلام زين، الكلام مفيد، بس الجلسات هذا من ضمن الأشياء اللي مهمة. أسافر يا صديق بس يكون الكلام موجه، مو في أي مكان إن نتكلم في الأمور السلبية، لا، الأمور اللي تدفعني إلى راحة النفس. الاسترخاء زي ما قلت في مسألة اليوغا، الجلسات التفكيرية، أتعلم مهارة جديدة، مهارة الرسم. في ناس والله شوف فن عندهم في الكروشيه، في ناس عندهم مهارات في يتعلموا حتى الطبخات الجديدة الصعبة. المهم المهارة اليدوية. أنا ليش أأكد على المهارة اليدوية؟ لأن يصير فيها توافق فكري عصبي. الإيد لما تاخذ من الوقت ويا الفكر يسبب لنا اللي هو يعطينا مجال إن إحنا نتخلص من الضغوطات، من الأفكار اللي ما نباها، لأن أنا أعيش اللحظة. بما أني أعيش اللحظة أقدر أتخلص من هذه المشاكل. زين. وهذا أهم من هذا كله، إن الواحد يجي للمختص، المختص النفسي. والمختص النفسي ترى طيب ويسمع لكم وما يخوف، وتشعروا وياه في الأمان. أسراركم كلها في الحفظ والصون. والجماعة ما قصروا، يعني فتحوا عيادة مخصصة للموظفين، موظفين الصحة بشكل عام، أن تكون متوفرة للاستشارات النفسية يوم الثلاثاء صح له؟ يوم الثلاثاء للموظفين، تكون متوفرة فقط للموظفين، موظفين الصحة بشكل عام. صحيح؟ تمام. وهذا بالنسبة إلى كلامي كل شيء، وأشكركم على تفاعلكم، على حضوركم، وأن أنتم للحين قاعدين صاحين مع أن صوتي نعسكم، بس مشكورين ورحم الله والديكم. وإذا كان في أي سؤال أنا موجود بالخدمة. الله هيا إيش ممكن اللي تسبب نتاي اضطراب قوي كده تبي عدد كده عدم الموضوع في سيا. صحيح. خليني أقول يمكن مش عدم الموضوع في مسيا، إحنا دوما نخارو دي كتب ودي كذا زي واحد إيش تبع التهبطة. مثلا لما راح يكون تو ما هي برستي، مو مسألة برستيج الله جميع مشاكل كتير كثيرة ما كزعق في تعامل مع الناس. هاي كانت توقع اليوش يشتغل مني، يعني في الآن توقع واجد لما يجي مناعات تكي أبتلع اختياري منتغصة أتلاقي بس تبتين الصورة الجميلة للوظيفة. صحيح. يعني أنا أتكلم من الواقع. أنا ولدي الآن ريزيدنت، لما شاف حياة الريزيدنت أنا شخصيا لما شفت حياة الريزيدنت يعني حياة ما في حياة. أوكي بأن احنا نشوف لا هو شو تكحلة بل إذا هو برنامج خرطته بس أنا أوضح لترى هندسة هذا بقدر تفون استيار يكون استيار مبني على قناعات. كل أنا شخصية كلها ما بتري على التحمل التمريض وسنة الوثائق الصحية كلها ميسة. فأتوقع لازم إحنا نركز إن ترى ده ترى مو حاجة راح تروح عشان بس تدافع درامته وبرستيج بتاعنا الناس. هل أنت تقدر تسوي هذه الأشياء ولا؟ هذه أتوقع لأن الواحد دخلها لأن عشان هو التفسر سكول من الوحيد بي أول منه أنا أبغى أصير دكتور، أبغى أصير قبل من التعطم الطبي، بعدين بالتالي أصطدم بالواقع. فشيء ضخم بيسبب إلي شيء كاني إحنا بعد ما نبغى يصير تعبير الاحتراق الوظيفي زي ما كنا توكسيك. الآن توكسيك ريليشن شيب صارت تخيك. لو الواحد الأم يكون له ولد هالشيء كان توكسيك ريليشن شيب، لو الزوج هو شيء توكسيك ريليشن شيب، لو المدير يقول أي شيء صار توكسيك. فالاحتراق الوظيفي في ناس
والله يمكن لو سو بس تاسك صغير ده أن يختار دي كهاري بقى لنا أتكاك إن إحنا نوظفها بشكل سليم. يعني ما تيجي معك عادي. مداخلة جدا رائعة، شكرا جزيلا، خصوصا المداخلة الأولى، الفكرة الأولى صحيح، يعني التهيئة ووضوح المعايير. أنت قبل لا تدخل عارف وين داخل، لو ما تعرف إذا اصطدمت بواقع الحياة أحيانا والله أنا أفكر أن هذا الشيء جميل ورائع وبيعتبروني دكتور بيعتبروني كذا، بس الواقع يقول شيء آخر، فإيه ممكن يسبب الاحتراق. بالنسبة إلى المصطلح زي ما ذكرنا، يعني هو ما يهمنا المصطلح المسمى، نسميه وش ما نسميه، النزيف العاطفي، النزيف الوظيفي، الجمود، التصحر، التخشب، اللي بنسميه زين. لكن هل هو حقيقي لو لا؟ هل انت الحين قاعد تصرخ زي الدجاجة؟ لو انت في عندك اعراض جسدية، جسدك قاعد يمر بهذا لو لا؟ لابد أن يكون في ألم جسدي مصاحب بالعاطفي مصاحب بالتبلد الحسي. إذا هذه الثلاثة كلهم مجموعين نقدر نقول إيه قاعدة تمر في مرحلة احتراق أولية متوسطة لو حالة متطورة. شكرا جزيلا على المداخلة. أي تفضل. نفسك طبيعتنا الإنسان في بعض الأوقات تمر يمكن يعني أحيانا مخا من الأوقات اللي يكونون فيها ونصبح قبيلة بتكون بنكون يعني مرات أزمني نصايم ولا أي شيء فطبيعي مش يمر وبتزبط يعني الإحساس إن هذا الشيء بيمر بيرو وكيف تعملي عكت غمه من الأشياء اللي تخلينا نعديها من نفسي. وفي فعلا أنا بالنسبة لي تزاحم النسوية زي ما خبرت سن كانت سنين إحنا وين عرفت سوريا حتى في الدوم يعني أنت تعرف تاخذ بعدين تشتري كل شيء خاص وهذا شيء مرة مقال بعدين يقولوا شت أنا يعني هذه أنا تفضلا مني سويتها فعلا نحن صدقنا سوريا طوانها بس الجيل الجديد لا حقوقه لدرجة بالعكس كمان ناس أي هم مستقبل واحد يعني جدا لك العاطي. شكرا بالعكس تمام شكرا جزيلا. إضافة جدا ممتازة. نعم هو صحيح اللي تمر فيه ما كانت له عن وضوح، وهذه أكثر ما يؤذي الموظف، إنه ما أعرف أنا وش اللي إلي وش اللي علي ودا سويته. في كلمة يقولوها السوريين واجد حليوة، يقول فوق تعبك الله لا يعطيك عافية. اي تفضل. الله يعافيك. تفضل. نساكي كاينا يري سلاباتن تاك إيه وكذا تناي تزيدين لناسين جانيجاز سائل عن حق المرحلة أو تجارة مصالحة احتراج بني يجي سخرات المشي طبعا يمكن أنا ما أقدر أسافر كل يوم ولا إذا سافرت الشهر، لكن فعلا إذا أنا لديت أعلام نفسي أو لديتي إن أنا بقدم على استغاثة القرض وأنا رامي يعني إلى إيران فأنا ليش يطالبوني لا أنسان وأكثر من كمان عنوان لحق الجو الصحي ما للإيمان بين أديان وعيئة والله سبحانه وتعالى أختار علم الأديان الرسل والأنبياء رجالا طار الجنة لبتا إحنا قاتم سكين والله سجاز علي يقول حد وصل يمران يجي لا أرسل راعي يجي الملاكة تزور المبادرة بس الموضوع سأتدخل إذا ما انحلت إلى خدمة ناس إلى ساعات عمل أنا ريشيها حاقرة عن تلك كلا أنا بديت تدرب نفسي إن ما أنا بعيش شنطة حادحة لا فإذا أدركت نفسي فقط إن أنا جاي أدي وظيفة في نهايتها أنا وصلت مع زميلي وصلت مع مديري وبطلع في نهاية بس كنا مراتتي سويت وظيفتي أو ما سويت يمكن إذا خدماتك فهو للأسف حبط عمل كبير وجد كبير الله سبحانه وتعالى اصطفاه وقدم لي طاي حاجة لما يجي البنشي هذا الشيء اللي تبدأ اليابدأ أعلم نفسي أن بكسب المنار وأحاول أشياء سبب ما كسبها أشياء حق صحيح يعمل قال أشتم راح يتغير مجال تقديمنا لنا النظرات ما حتى حاجة ما أنت راح يتغير
العمل اللي أنا راح أقدمه راح يكون عمل مرتسم برسم الهباط، وأفضل العنوان في الهباط يعني تقدر تكون نص الثقة دائما، فراح يغير إلين مستوى ثقيل جدا. حتى هذا الأيتم الإحساس اللي أنا أحسه تحت رئيس اللمزانة مضمون دائما هو اللحظات بسبينها للسنة رماية. هذه الأشياء كلها تنظر غير وكيل آخر، وراح يشير علمني الصفة أهلي للأسف يمكن مفتقدها في المشاعر مسيحية أميكي كنا تيها تشعر دوله معي أي لعنة بالله كان ولادنا كيف تشي شواريش. فلما أشلت كذا الرقم اللي ما استطاعت على العمل اللي نقدمها بين هلا عملت منسكي استنيت أشياء واجد، وراح أقيل النسبة لأنه تداسم فعندات من المجتمع دي المجتمعات التسمارية ومجتمعات الماي المجتمع مسيم فالمحشي عن سكوريوسي هالعمل في غير أشياء هذه يصحافني. شكرا جزيلا. وهذا هو اللي قصدت بالكلام الموجه. شكرا جزيلا. يعني أعتقد أن هذه الكلمة هي مسك الختام اللي تفضلت فيه فعلا. يعني أن الكلام الموجه، الكلام احنا نسولف في القضية صح، احنا نبث همومنا، نشكي آلامنا، نسولف فيه. بالضبط هذا اللي يصير. المفترض أن أذكر نفسي أنا وين رايح وين جاي وليش أنا أتحرك. وخصوصا القطاع الصحي. قطاع الصحي قطاع رحمة. في ناس تضبطهم ضابطتين، ضابطة المجتمع والضابطة الإسلامية. في بعض الناس يستشعر يعني في خصوصا الأمهات والآباء يعرفوا هذا الشيء، أن أربي ولدي على أن الله اللي يراقبك لو أنا اللي أراقبك في الصلاة. أنا أقول لك قوم صلي وأتابعك وأشوف السجادة فتحتها وحطيتها وتوضيت لو لا، وأتأكد من حتى مثلا في قضية غسيل الأسنان، غسلت أسنانك؟ إيه غسلت أسناني. أروح أشيك على فرشة الأسنان بعدها ناشفة، متى غسلت أسنانك؟ المراقبة الذاتية. وهذا اللي تفضلت فيه، إن الواحد لازم يصير عنده مراقبة ذاتية من استشعرها من الداخل. صح، مو معناته ان المراقبة الذاتية ما توصلنا، يعني ما تمنعنا من الاحتراق. انا اشعر الاحتراق، بس اتذكر انا وينه وماشي وينه، والرحمة الالهية. يعني قضية ان الاول قضية ان الواحد بس يقولوا له رحم الله والديك، هذا تدخل عليه السعادة، يشعر بالسعادة. في ناس المشكلة ان صارت المسألة مادية. رحم الله والديك، انا وش اسوي فيها رحم الله والديك؟ ما قاعدة تدخل عليه شيء زين. الإنسان الثاني يشوف أن مسألة المراقبة مو الذاتية، المراقبة المجتمعية. المجتمع ايش قاعد يسوي عليه؟ اللي هو الهيئة، هيئة التخصصات أو التجمع أو أي سلطة أعلى مني، إذا تعطيني عقوبات خليني أمشي. المجتمعات الغربية صح عندهم رحمة ظاهرية، بس اللي يخليهم ماشيين على النظام هو نظام العقوبات الدنيوي. احنا قاعدين نعيش على النظام العقوبات الآخري والثواب الآخري. شكرا جزيلا. نعم، يعافيكم. في أي شيء؟ الله يعافيك.